بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه، وأن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق. والحقيقة في بعض الأسر بنلاقي العلاقة ما بين الحما اللي هي أم الزوج وزوجة الابن، في بعض الأسر وليس كل، بتكون علاقة مش كويسة، وبتكون الحما في بعض الأوقات قاسية، وبتكون صليطة اللسان على مرات ابنها، وبيكون شكل العلاقة دايما متوتر. زوجة الابن دايما حاسة إنها مظلومة ومقهورة، وإن حماتها شخصية صعبة جدا وسيئة جدا، ما عندهاش رحمة، واللي بتقبله على بناتها مستحيل إنها تتعامل بيه مع مرات ابنها، وبيكون في فرق كبير جدا في التعامل. دي وجهة نظر مرات الابن. نيجي نسمع الحما نلاقيها بتقول ان مرات ابني بتعاملني بطريقة مش كويسة، دايما تظن فيا السوء، اخدت ابني مني بعد ما كبرته وربيته وعلمته، جت اخدته. الحقيقة الجملة دي انا ببقى مستغربة جدا منها، جت اخدته وراحت فين؟ ده ممكن تكون ساكنة في الدور اللي فوق. ففي بعض المفاهيم بناء عليها بيحصل توتر في العلاقة ما بين الحما وما بين مرات الابن. مرات الابن داخلة عندها مفاهيم مغلوطة من ناس كتير: لازم تعملي لنفسك شخصية، اوعي تخلي حماتك تتكلم معاكي بطريقة معينة. الحما كمان لازم تعلمي مرات ابنك انها تطيعك وتحترمك حتى لو كان غصب عنها. وده بينتج عنه عدم استقرار أسري وعدم استقرار نفسي، والعلاقة بيكون فيها تطاول من قبل الحما. وأوقات كتير ممكن نلاقي زوجة الابن بدأت ترد عن العلاقة ما بين الاتنين، وعن الحما القاسية في التعامل وسليطة اللسان. هيكون موضوع حلقتنا النهاردة مع الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش. السلام عليكم يا أستاذة خديجة. ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا أستاذة ناهد، كيف الحال؟ إن شاء الله أنكم بخير. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة خديجة. الحقيقة الموضوع يعني كنا بنتكلم سابقا قبل ما ندخل الحلقة، وكنا بنقول إنه موضوع مهم جدا، وحضرتك علقتي وقلتي إنه موضوع يبدو كبير ولكن هو في باطنه صغير، ولكن محتاج إن احنا نفهمه بشكل صحيح. قبل ما نتكلم عن تفاصيله خلينا نشوف مين هي الحما أصلا. هل الحما هي أم الزوج فقط، ولا هي أم الزوج وعمات الزوج وخالات الزوج وإخوات الزوج وكل النساء اللي موجودة في عيلة الزوج؟ زي ما حضرتك ذكرت، يعني هو في الواقع الحالي أصبح الآن مفهوم الحما مفهوم كبير جدا شائك. يعني فإذا أم الزوج موجودة معناها هي الحماة الرئيسية، مم. وإذا هي مش موجودة معناها ينوب عنها بناتها، وإذا مم. بناتها مو موجودين ينوب عنها الخالات والعمات وهكذا يعني. اه، فأصبح يعني في حما المفهوم أصلية وفي شائك حما، جدا في يعني. حموات فرعيات يعني. يبدو ذلك، يعني يبدو ذلك، مع انه آه. حتى يعني انا جالسه افكر هو من فين جات الكلمه اصلا. هي من فين جات مم. كلمه حمات؟ يعني هل هي جايه من مم. الحمايه ام من اي، بالضبط من اي مفردة هي يعني؟ اعتقد ان مم. احنا نحتاج نسوي بحث عن الموضوع ده، من فين جايه اصلا الكلمه؟ هل هي كلمه اه. عاميه؟ هل هي فصحى؟ وما الذي يراد بها؟ وهل هي لها بالفعل تطبيق واقع عملي ولا لا يعني؟ فيبدو مم. انه الحماة الرئيسية هي الام، في غيابها ينوب عنها من يليها من النسوة في مم. عائلة الرجل. تمام. طيب، هل الحما ليها أصلا دور في حياة ابنها بعد ما يتجوز، ولا خلاص دورها المفروض بيكون انتهى؟ هي أدت مهمتها، كبرته ربته وعلمته وجوزته خلاص. هل دورها هنا بينتهي، ولا بتفضل في أدوار أخرى هي بتمارسها عليه؟ طيب احنا في الواقع الحالي اللي احنا شايفينه انه الحماة لها دور، ودور ممتد حتى يعني طويل جدا. واليوم اكيد يعني نتكلم عن الحماة اللي هي ام الزوج، لانه كمان ممكن تكون ام الزوجة كمان مم. حماة يعني. مم. ففي الواقع اللي احنا شايفينه انه الحماة صار لها دور،
وواقع، وتحكم وتأمر، ولها يد يعني في موضوع الزواج من وإلى إلى آخر شيء فيما يخص هذا الزواج وما بعد الزواج يعني. مم. هذا الواقع. لكن السؤال، إيش هو الشيء الصح؟ اليوم نحن ما نقدر نحكم على الأشياء من خلال واقعها الموجود فيه. أول شيء نعرف الشيء الصحيح إيش هو. إذا عرفنا الشيء الصحيح رح نقيس الآن الموجود، هل هو ينتمي إلى هذا الصحيح أم لا ينتمي إليه. مم. لأن دائما حنقول الواحد يرسم الخط المستقيم، بعد مم. كده راح تبان الخطوط المعوجة بجانبه. مم. لكن لما نيجي نحلل دائما الخطوط المعوجة، طب كيف شكل المستقيم؟ أو مم. هذه الإشكالية الآن احنا في موضوع الحماة. الناس ما تعرف إيش الخط المستقيم في موضوع الحماة. فإذا سمحتيني بس إنه خليني أقول بس شيء بسيط. الحماة اتفضلي. هي بمجرد ما تزوج ولدها خلاص انتهي مهمتها، سلمت الراية، يعني سلمت الأمانة هذه لامرأة مم. أخرى، اه. تنتقل المسؤوليات تلقائيا أو المهام أو التكاليف كامرأة إلى امرأة أخرى في مم. حياة هذا الرجل. هذا هو الواقع الصحيح. طيب، خلينا نقول كمان بشكل آخر، نحن مم. اليوم مسلمين. اليوم ايوه. لما نيجي نتكلم نحن في حياتنا يجب أن ننطلق من فكرة الإسلام ايوه. كدين يعني، وعقيدة ينبثق عنها نظام. اليوم المرأة إذا زوجت ولدها انتهت علاقتها بولدها، لا يتبقى إلا البر والإحسان الذي يجب أن يمارسه هذا الابن تجاه أمه مم. أو أخواتي أو عماتي أو خالاتي، وتنتهي القصة كلها. أما بالظبط. مسألة أنهم يدخلوا في حياته ويتداخلوا ويأمر وينهوا، وما نسمعه اليوم امرأة أخذت وسوت وفعلت وتحكم هذا كله بعيد عن الإسلام، مم. بعيد عن الإسلام. وهذا اللي قاعد يسبب اليوم عبء على الزوج أو الولد اللي متزوج، وعبء على المرأة الداخلة في عائلة فيها حماة. لذلك تدخل البنت وهي مسلحة من اه. خبرات الأخريات. مم. ايوه انتبهي بالظبط. حماتك وسوي وافعلي وخلاص. كل الخيبات وكل الإحباطات وكل الآلام الموجودة عند النساء الأخريات هي تحملها وتدخل في الزواج هذا احنا كله. عندنا مثل في عادي. مصر كده يا استاذه مم. خديجه، في بعض الاسر مم. يعني يتقال لمرات الابن وهي داخله الزيجه يعني اذبحي لها القطه بين قوسين. طب يا جماعه يعني ايه اذبحي لها القطه دي؟ يعني انت من الاول تعملي لنفسك وضع، تعملي لنفسك برستيج، ما تقربش منك، لو سالتك على اي حاجه قولي لها مالكيش دعوه، ما تتدخليش في حياتي. فبتبقى يا داخله ساتر. بنفسيه فعلا مسلحه زي ما حضرتك بتقولي. هو ده واقع مش في مصر بس، هذا في واقع في كل البلاد، لأنه مم. خلاص الحماة الآن صارت شريكة. فالمرأة بتتزوج الرجل تحس إن هي متزوجته بشريكة يعني، وفي شريك لازم ترجع له. فالمرأة تكون عالقة، أنا اه. متزوجة هذا الرجل أسمع كلامه، ولا أنا متزوجة أمه، ولا متزوجة أخواته، ولا مم. متزوجة العيلة كلها. ما تفهم يعني. هي مم. مفاهيم مغلوطة يعني. الأم تيجي تنقل مفاهيم لبنتها وتسلحها، وأخوات البنت وصديقاتها والمجتمع، وكمان الرجل ترى، وحتى مم. الحماة. انتبهي مرة ولدك اليوم لما تتزوج ولدك، انتبهي منها، لا تسوي ولا تفعل ولا ايوه الأخرين. بالظبط فأصبحوا الناس بالظبط. يعلموا بعضهم البعض الشرور يعني. مم. فخلاص فكلهم مستعدين للهجوم، يدخلوا بدل ايوه. ما هم داخلين عشان يكونوا عائلات ويعيشوا بسلام، لا تحسي يدخلوا في داخلين كل وضعية واحد على الهجوم. جبهة حرب. ايوه، يدخلوا وضعيه القنافذ يعني، ايوه عارفه. بالظبط. فخلاص يعني ايش المشكله؟ ايش بكم انتم؟ ما حد مم. فاهم الموضوع ده كله. مم. والسبب انه اساس العلاقات تقوم على الحدود والحقوق. ما حد عارف فين حدوده اللي لازم يتوقف عندها، مم. وايش هي الحدود الحقوق تبعه اللي لازم ياخذها، والتي يجب ان تؤدى اليه، والتي يجب ان يؤديها الاخرين. كله داخل في بعض. لذلك بالظبط. الموضوع أصبح عالق وأصبح عبء على زوجة الولد يعني أكثر شيء. مم. وفي الحقيقة في الكواليس هو عبء على الرجل نفسه، لما يبغى يتزوج يفكر أمي أخواتي زوجتي إيش مم. أسوي مم. ومش عارفة، يحس إنه هو عالق به في المنتصف يعني. فالحلقة الأضعف هي الزوجة، فيضغط عليها اه عشان ما يخسر أهله يعني، ويتعامل معها بالظبط. إنها هي أصلا هي غريبة، هي اللي داخلة، ما في مشكلة يعني، مرأة مم. تيجي بدالها امرأة. فشوفي كل مفهوم يسحب ايوه. مفهوم خاطئ، كل مم. سلوك يسحب سلوكيات خاطئة يعني. فالعلاقة كلها تقوم على التوتر، مم. عارفة. هو بالظبط. اللي بدايته توتر في نهايته مشاكل وطلاقات. للأسف الشديد. طيب أستاذة خديجة، في مقولة كده بتتقال على بعض، أو جملة بسيطة كده بتتقال على بعض الرجال اللي هو دايما
يعني بيسمع كلام أمه على طول سواء في الصح أو في الغلط، وممكن يظلم مراته بناء على كلام أمه. ممكن يبقى شايفها إن ده من باب البر، وشيوخ كتير اتكلموا في فرق ما بينك إن أنت تبر أمك وما بين إن أنت تظلم مراتك. الجملة دي أو الوصف ده بسيط جدا بيتقال على بعض الرجال إن هو ابن أمه. أعتقد ورد على حضرتك وسمعتي سمعتي الجملة دي قبل كده إنه ابن أمه. دائما دائما. دائما. هل الزوج اللي بيبقى معروف إن هو ابن أمه هو بيكون سبب في تدخل أمه في حياته بشكل كبير، وبيحكي لها على كل حاجة، فبالتالي ناقل الصورة على الهواء مباشرة لايف، حياة زوجته الخاصة والعامة لايف مع أمه وإخواته؟ ما هو أنت حضرتك قلتي، شفتي المفاهيم الخاطئة تؤدي إلى سلوكيات خاطئة، أو المفاهيم الخاطئة نتيجة الأفكار الخاطئة تؤدي إلى سلوكيات خاطئة. هو ما في فرق الآن، الناس ما تفصل بري بأمي وأبويا وعلاقتي بزوجتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. حق. أيوة. إحنا المشكلة إنه الأبوين يستخدموا سلطتهم الأبوية تجاه أبنائهم بالضغط عليهم تحت مسمى بري وطاعتي وسوف أغضب عليك وسوف مش أيوة. عارف التهديد. أيوة. الفيتو. ها؟ أيوة. الضغط النفسي هذا إيش يسوي في الأبناء؟ لا خلاص، ما أنا مش، ما فيش داعي أزعلهم يعني. فيبدأ يتصرف إنه يعتقد هكذا، يعني إنه لا لازم، معلش ما هم اللي ربوني. وطبعا إحساس بالتأنيب الضمير كمان، ما هم اللي ربوني وهم أكيد يحبوا لي الخير، هم أكيد بيحبوا الخير يعني. فلازم إذا سألتني أمي لازم أقول لها عشان تطمن علي. بيبدأ الموال كذا. بعدين يتطور الموضوع، يتم تصعيده. طيب بنت الناس هذه، الزوجة هذه، إيش حقها؟ فين حقها؟ إذا أنت مهتم مرة بحق أمك وأبوك من البر والإحسان، هذه المرأة أنت أيها الرجل، هل أنت عارف إيش حقها وإيش الحد تبعها وإيش الحد تبع أهلك؟ ما حد عارف، كله داخل في بعض. عرفتي؟ أيوة. هنا اليوم نحن لما نعرف إحنا أنا إيش حقي ومدى صلاحية الحق هذا أو حقية إنه تطبيقه. يعني اليوم الابن يجب أن يعرف إنه بره أبوه مشروط وليس مطلق. طيب يعني انت برك وابوك والاحسان اليهم هذا يخصك انت، ما لها دخل هي بنت الناس. انت تحسن لابوك وتبرهم فيما فيه منفعتهم ومصالحهم هم كابوين، وليس فيما يخصك انت في مصالحك. يعني اذا تعارضت مصالحهم مع مصالحك، انت مالك دخل، مالك علاقه بالموضوع ده كله. بالحسنى تفرق بين هذه الاشياء وتضع لها حد حتى يقف كل واحد عند حده، ونعين بعضنا البعض على طاعة الله سبحانه وتعالى يعني. طيب لكن أنا اليوم إذا ما وضعت حد لوالدتي ولا لوالدي في التدخل في حياتي، ما هو حيتعدى، يصير الموضوع بدل التدخل إلى التطاول ثم الظلم ثم ممارسة الظلم. بالزبط. طيب مين اللي أعطى الصلاحية هذه كلها؟ بسبب جهل الرجل وجهل الأب والأم وجهل الزوجة وجهل الجميع يعني في هذه الأمور. طيب فهنا لازم أوقف عند هذا الحد. طيب يجي الآن المرأة اليوم اللي تتزوج يجب أن تعرف إيش لها وإيش عليها في الزواج، وإيش الحقوق وإيش الحدود. يعني لما تعرف أن هي ملزومة فقط من هذا الرجل، طيب سمعا وطاعة وطلب رضاه، ما هي ملزومة تجاه أهله بشيء إلا بالمعروف والإحسان إليهم. بالزبط. طيب بدون مبالغات. تمام. لما تعرف هذا الشيء ما راح يخوفها في طريقة التعامل، ما راح تخاف. طيب يجي الرجل هنا يضغط على هذه النقطة. طيب ما أنا أبغى، أنت ما دام أنتك هتسمعيني وتطلبي رضايا، من رضايا أنك أنت ترضي أمي، هذا إجحاف يعني. طيب وأوقات كتير لما يقول لها من رضايا أنك ترضي أمي، بتكون الأم في بعض الأوقات هي شديدة جدا وظالمة جدا، ممكن تكون هي متطاولة قوي على مرات الابن ويصر إن زوجته تعتذر وتبوس الإيد والراس وهي مظلومة. أيوة، هذه بلاش، هذه كمان خليها تكون الأم ملائكة. طيب طيبة وحنينة وكل شيء. هل هنا مثلا دائما نحن نقول هل الطاعة هي مطلقة؟ الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كلهم، أعطى كل واحد حد معين يقف عنده. يعني الطاعة ليست مطلقة للرجل أو للزوج، ما هو طاعة مطلقة. في حدود لطاعة المرأة لزوجها منضبطة بالضوابط الشرعية، لا ضرر ولا ضرار يعني. طيب كذلك
في حدود لطاعة الوالدين، لا ضرر ولا ضرار، في ضابط شرعي يعني في الموضوع هذا كله. لكن الضوابط الشرعية دي كلها ما حد عارفها. الرجل يعتقد أنه هو طاعة المرأة له طاعة مطلقة، فيتسبب في الضغط عليها ويأثم ويؤثمها كمان في هذا الضغط النفسي اللي غير مبرر أساسا. اه. تمام. أمم. والولد يتعرض للضغط النفسي بسبب انه ضغط الوالدين عليه انه طاعتهم وبرهم وهذا، أمم. وغضبي بالظبط. وسخطي ايوه. يسبب ضغط نفسي، أمم. فيؤدي انه يظلم بنت الناس بالظبط. في سبيل انه فالجميع ظالم يصير في أمم. الموضوع ده كله. فاذا شفت أمم. الموضوع هو بسيط، مسألة حدود وحقوق، كل واحد يعرف ايش له وايش عليه في هذا الموضوع. وانه المرأة اليوم مش ملزمة حتى بأهل زوجها على الإطلاق. يعني لو الواحد معلش يبغى يتزوج ياخذ العائلة كلها في الزواج، المرأة تتزوج رجل وتتزوج العائلة يعني. أمم. يعني هي ملزومة بطاعة شخص واحد وحسن تبعل له وانها تعيش حياة مستقرة وتكون أسرة، ولا هي تتزوج العائلة كلها؟ أستاذة طيب خديجة، احنا هذا يعني بنشوف في مش بعض غير منطقي. العائلات إن الأخت الكبيرة مثلا، لو هو له أخت كبيرة بيكون ليها الكلمة في بيته، إن هي ممكن تقول تعمل كذا أو ما تعملش كذا، ولو زوجته ما سمعتش كلام أخته الكبيرة ده بيكون فيها مشكلة جامدة جدا، والأخت تزعل وتقول لأ ده أنا، حتى لو الأم عايشة، حتى لو الحمل الأساسية عايشة وهي الأخت الكبيرة هي الحمل الفرعية، برضو عايزة إن هي تمشي كلامها. صحيح صحيح، وهذه الإشكالية. لذلك البنات صاروا يفضلوا إذا الولد مقطوع من شجرة أحسن لها من المشاكل دي كلها. بالظبط. بعد ما كنا نحن بالظبط. بنحب ندخل في العائلات الكبيرة، عارفه يا استاذه أصبحنا لا خديجه، الجمله احنا دي مهمه مش عايزين. جدا. ده في بنات بتسال اول ما العريس بيتقدم لها، تقول له امه عايشه ولا ميته، اول ما تعرف امه أيوة عنده اخوات استعداد. بنات ولا لا، فبتبدا تحكم على الجوازه من المعلومات دي. خلاص يعني شفتي، فصار الآن بدل ما زمان كنا نشوف إنه الوحدة تبغى واحد عنده عائلة وسند وشجرة عائلة كبيرة تدخل فيها وتصير جزء في هذه الشجرة، أصبحت الآن تفضل تاخذ واحد مقطوع من الشجرة أساسا امم. عشان تريح راسها. فهذا صار نحن نمط، دخلنا في نمط غريب جدا يعني. وهذا السبب إيش هو؟ من ترك الشريعة احتاج إليه. احنا بعيدين عن الدين، بعيدين للاسف. تماما عن الدين، والأعراف امم. بعض الأعراف التي نمارسها كمان بعيدة عن الدين وما زلنا متمسكين فيها. امم. فالإنسان لما يكون بعيد عن الدين بشكل طبيعي إما يحكم بقال الله وقال الرسول، إما يحكم بهواه. وإحنا الآن الناس اختارت الحكم بالهوى وبالمزاج وبالمصالح وبالمش عارف إيش، فأصبحوا يغلفوا أفعالهم أي تغليفات. بنت تزوج وأخذته جاهز. طب ما هي بنت ناس أخذينها جاهزة كمان يعني. هو بالظبط. يعني بالمنطق بالعقل، يعني اللي ما مم. ترضى لنفسك. حتى في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ما يحب لنفسه. لنفسي. وهذا في الأدب ايوه. التعاملات يعني. اليوم مم. أنا الشيء اللي ما أقبله على بنتي ليش أقبله على بنت الناس؟ ليش أقبله على بنت الناس؟ مشكله هو ظلم؟ كبيره، دي مشكله طيب كبيره. إذا أيوة، إذا ظلم معناها كل ساق سيسقى بما بما سقى ولا سقى يظلم وكما ربك تدين أحدا. تدان. مم. أيوة، يعني كل شيء سلف ودين. اليوم بسيط جدا، المشكلة بسيطة، لكن الهوى يتحكم في الموضوع والشيطان، ومخافة الله غير موجودة. للاسف، دي نقاط فأصبحت مهمه قوي يا استاذه البيوت خديجه. فأصبحت البيوت قائمة كلها على التوتر وعلى أعمال العقل والمصالح والدفاع عن الممتلكات الخاصة. الممتلكات الخاصة اللي هو الرجل والبيت والأولاد. ويمتد المشكلة هذه للأبناء. ترى الحماة تتدخل في تربية الأولاد ويصير في صدام ومش عارفة، وينشأ الأولاد في الصراعات هذه كلها. مم. مم. عمتي ما تحب أمي، جدتي ما تحب أمي. طب كيف كذا ايوه. مخلوق لسه تو جاي الدنيا؟ ليش مم. عرف إن هذا الشيء؟ ليش لازم يكون هذا الشيء موجود؟ ليه هذا كله مم. يعني؟ للاسف الشديد. لمصلحة من المستفيد يعني. مم. المفروض إنه أنا اليوم الزواج هو إضافة قيمة وقوية للعائلة. ولدي اليوم يتزوج، بدل ما يكون عندي بنت يصير عندي بنتين. بنتي تزوجت، بدل ما يكون عندي ولدين يصير عندي 3 أولاد. مم. المفروض إنه الحماة وأبو الزوج هم الرعاة الأساسيين، لأنهم هم أصحاب الخبرة وأصحاب العلم والفهم. هم اللي يوجهوا ويقيموا العائلات الصغيرة. زمان البيوت كانت تقوم على العائلات الكبيرة أساسا. يعني يكون ايوه. الرجل والمرأة عندهم مشاكلهم بسبب وجود هؤلاء كبار في السن في هذه العائلة، لا يحدث طلاقات.
كانوا هم ايوه. يضبطوا ميزان مم. الزوج والزوجة الجدد حديثي العهد هذول، هم ايوه اللي يضبطوا ميزانهم ويدخلوهم في المسار والى اخره، ويعلمهم القيم في الحياة وكيف تقوم البيوت وكيف مش عارفه ايه، بالظبط فيبنوا. بالظبط فالرجل ما احسنتي. يطلق خوفا من ابوه، والبنت ممكن تستمر في الزواج بالرغم انه زوجها سيء بسبب اهل زوجها الكرماء وذوي مم. الاخلاق. يعني كان وبسبب كده. كمان امها هلا. انها بتعقلها وبتكلمها وبتخلي عندها حكمة وتفتح ايوه عينها على حاجات خلاص. كتير. ايوه ايوه شايفه العائلات هي اللي كانت تحافظ. الان مع الاسف الشديد العائلات هي اللي بتهد البيوت للأسف. الناشئه. وقبل ما تنشأ اساسا كل واحد بيقول امها موجوده، امه موجود، لا موجودين، لا مش عاوزه اتجوز واحد عنده مش عارف ايش، مش يعني. اصبح الوضع صراحه محزن. موضوع الزواج اصبح مم. محزن الان. اصبح الزواج للأسف يعني الشديد. مم. يقوم بقال الله، يعني يبتدئ كذا، لكن في الداخل لا، أن الزوج والزوجة ما بيعيشوا بما قال الله وقال الرسول، إنما مم. مما تقوله أهواءهم وأمزجتهم ومخاوفهم ومصالحهم فقط، مع الأسف ده, الشديد. ده ده للأسف الشديد اللي حصل. طيب، نقطة الكيل بمكيالين بالنسبة لبنتها وبالنسبة لمرات ابنها. يعني مثلا تلاقي جوز بنتها راجع من الشغل، فمثلا جايب أكل جاهز، قال لها حبيبتي ما تطبخيش النهاردة، أنا جايب أكل جاهز علشان ما تتعبيش النهاردة، أو تعالي أخرجك أنتي والأولاد نتغدى بره. هنا جوز البنت يا حبيبي ما شاء الله عليك ربنا يحميك، ده انت وده انت وده انت. لو ابنها عمل كده مع مراته، حرام عليها المفترية المسرفة، هتخلص فلوس ابني كلها. يعني هي خلاص مش قادرة تقوم تعمل حبة رز وحبة خضار. ليه هنا يا أستاذة خديجة بيكون في كلب مكيالين رهيب، مع إنها نفس يعني نفس المواقف، سواء في خروجه، سواء في فستان هدية، أو في أي حاجة، تلاقي اللي بتقبله هنا ما تقبلوش هنا. ما هو ده مسلسل الظلم، يعني عارفة مسلسل الظلم، الإنسان يظلم في نفسه ويظلم الآخرين. ما يقول حديث مم. النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اليوم أنت قبلتي على بنتك كده، غض الطرف أساسا. هو الفكرة إيش اللي يخلي الحمات عندها هذه السلطة وهذه المعرفة؟ ليش هذا كله؟ يعني إذا الرجل غطى على حياته ومنع أحد، الرجل هو السور العظيم، إذا منع أحد يتدخل ويفتي ويعطي رأيه من البداية، يعني بدل ما يقولوا للرجل إيش اقطع رأس القطة للزوجة، لا هو يقطع رأس القطة لأهله من البداية. عرفتي؟ مم. فلو سوى زي كذا الرجل، المرأة الحمات ما راح تعرف أي شيء ما يحدث في البيت هذا كله. هذا واحد. الشيء الثاني، الكيل بالمكيالين هو دليل على الظلم يعني. طيب، هو الله مم. سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، يعني فلا تظالموا، لأنه عاقبة الظلم سيئة. اليوم الحماة قبلت هذا الشيء على بنتها ومدحت وأثنت على زوج بنتها، يجب أنها تنظر للموضوع بهذا الشكل. لكن هي تعتقد لأنه عندها موروث الحماة أنه البنت هذه جت أخذت ولدها جاهز مم. وأخذت فلوسه وأخذت كله، فهي المرأة تمارس، الأم تمارس اليوم دور الحامي لهذا الولد. مم. عرفتي؟ مم. فهي بشكل اوتوماتيكي تلقائي على طول عندها قرارات جاهزة. وطبعا لا تنسي انه عندها قصص صاحباتها ومخاوفهم ومخاوفها هي مم. وكل القصص السلبية. مم. ففي شيء متركز في الأعماق يعني. طيب، ما بالظبط. دام انه قدرت اليوم ان يكون عندك هذه الافكار السلبيه والقصص السلبيه، اكيد في نماذج ايجابيه. فين النماذج الايجابيه في المجتمع؟ عشان كذا شوفي الان نحن اصبحنا نسمع السلبي في الحياه في اي جانب من الحياه، وقصصه غزيرة جدا لدرجة أنه إحنا نقول خلاص اقتربت الساعة. مم. يمكن يكون السيء ذا أقل، لكن بسبب تركيز الناس عليه، بسبب الحديث المتداول عليه، أصبح هذا هو الموجود، المخاوف. عشان كذا حتى بعض الحموات والله تكون طيبة بالفطرة، بس تخوف وتعطى هذه القصص فتدخل الموضوع اه. أنها تزوج ولدها بهذه المخاوف، فتبدأ تمارس على طول بدون ما تبدأ حتى زوجة بدون الولد أي تفكير. حركة، بدون مم. تفكير، على طول تدخل سلوك الحموات يعني. هي فهذه هي بتبقى بعض الإشكالية يعني. الحموات بتبقى داخله زي ما حضرتك قلتي، هي يعني في سيستم كده في تفكيرها ان الحما المفروض بتتصرف بالطريقه الفلانيه، وانا المفروض ان انا برضو اثبت وجودي، وانها تحترمني، وانها تعمل حسابي.
فبتبقى داخلة بالطريقة دي، سواء بقى اخواتها كانوا حموات من قبلها فبيدوها خبراتهم العميقة في طريقة تعاملهم مع زوجات أبنائهم، جيرانها، أصدقائها، فبتبقى داخلة يعني مسلحة بمعنى كلمة مسلحة. خلاص هي عندها رأي مسبق وردة فعل جاهزة، تسحب بس وتستخدم يعني. وهذه من الأشياء الكوارثية ترى في مجتمعاتنا اليوم. اليوم أصبح الحمات لها مفهوم، وممكن إذا في زوجة الأب كمان لها مفهوم سيء، وإذا في أخت الزوج لها مفهوم سيء. وهي يعني أصبح في مفاهيم عجيبة. يعني كيف صارت هذه الأشياء؟ كيف وقعنا إحنا في هذا الفخ؟ بسبب مم. إنه الناس ابتعدت عن الإسلام، مم. وابتعدت عن الهدف والغاية من إنشاء الأسر والعلاقات الاجتماعية، وأن الهدف الأساسي هو أن احنا نبتغي بكل شيء رضا الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلها أدوات فقط في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. مم. صار الهدف فقط أنه نفسي وأمن نفسي، وخرجنا من الهدف الرئيسي، فأصبحت العلاقات عبء اجتماعي. مم. وشوفي سبحان الله، أنا أقول لك شيء ملفت. إحنا بس في مجتمعاتنا الإسلامية هذه المعاناة، لكن في الغرب هم كفار ما عندهم هذه المعاناة. مم. مو نحن نقول ما عندهم مشاكل، عندهم، لكن ما عندهم المعاناة. ليش؟ لأن في الغرب في شيء اسمه مساحتي ومساحتك. مم. حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. بالضبط. هذه هي، خلاص الحريات هذه، فمعناها ان انت مش مسموح لك تتدخل. لذلك احنا نشوفهم بكل وقاحه وجراءه مثلا يتكلم مع ابائهم انه هذا الشيء ما يخصك، يقول لابوه ولا لامه، فيضع له حدا. يعني اذا هو مو عارف الحد يسمع الحد، بالضبط. ويضع للجميع انه ما حد له دخل، لا حد يتدخل، مش هذه مم. الجمل كثير احنا نسمعها this is not your business يعني. طيب بالضبط. هذه كلمه كبيره ترى، يعني انه مم. انشغل بما يخصك، يعني لا تنشغل. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال في حديث يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تركه ما ما لا لا يعني يعني. إيش معناه؟ يعني انشغل اه. بشؤونك. الله سبحانه وتعالى راح يسألك عن نفسك وعن أعمالك وعن دائرتك. الولد وحياته في دائرة أخرى، ليش تروح أنت في دائرة أخرى؟ يعني تدخل في حياة الآخرين ليش؟ مم. يعني ليه؟ لأنه أصبح ما في هدف من حياتنا ومن أعمالنا التي نقوم بها، ما في هدف. بالضبط حياتنا للأسف. عبارة عن فقاعة كبيرة من الفوضى مم. والفراغ. فنحن نبحث عن هدف من خلال إما افتعال المشاكل أو التدخل في حياة الآخرين أو ممارسة دور المصلحين. وإحنا المفروض الأدوار دي ما نلعبها أساسا، ولا هي أدوارنا ولا مطلوب مننا. بالضبط. الحقيقة يا أدوارنا أستاذة أكبر خديجة من إن كده. الموضوع ده يعني يطول الحديث فيه ويطول الكلام فيه، لأن لسه فيه تفاصيل كتير إحنا ما اتكلمناش فيها، زي مثلا صحيح. يقال إن أم الزوج بتكون غيرانة من زوجة ابنها. طب إزاي الزوجة تحط حدود في حياتها؟ هل الزوج له دور سلبا أو إيجابا في الأمور دي؟ إن شاء الله نلقى حضرتك في حلقة أخرى ونتكلم بإذن عن الله. المتبقي من الموضوع ده، لأنه موضوع مهم جدا. ألقاكي على خير بإذن الله تعالى أستاذة خديجة. أستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش. أشوفك على خير بإذن الله في حلقة جديدة من قوارير. وطبعا الشكر موصول لكل متابعين ومشاهدين شبكة سلام، وإن شاء الله الموضوع ده من الموضوعات المهمة وله بقية، فبإذن الله نستكملها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.